مستر محمد، كان في سؤال شاغلني قوي، كنت عايز اخد رأي حضرتك فيه. مم. حتى الناس بتتكلم كتير قوي عليه في الفيسبوك في الفترة دي. مم. ليه الخريج الجامعي لما بيتخرج ما بيعرفش يتوظف بسهولة؟ طيب خليني احكي لك تجربه كده او موقف حصل قدامي، وهجاوبك على السؤال بتاعك. حاضر، بس احكي لك الفكره من البدايه وعقيده الناس ايه. من كام يوم انا كنت قاعد على الفيسبوك عادي جدا، ففي طبعا كل محافظه بقى ليها جروب كده، اللي هو حد يعرف السويس، حد يعرف اسماعيليه، كراكيب السويس، وهكذا. فدخلت على جروب حد يعرف اسماعيليه بالصدفه، لقيت حد بنت كاتبه: معقوله اسماعيليه ما فيهاش وظايف خالص؟ يا جماعه انا بدور على شغل، ده انا حتى المؤهل بتاعي عالي والتقدير بتاعي كبير. يعني بتتكلم في جيد جدا، امتياز، حاجه زي كده. فمش دي المشكله. المشكله بقى انا دخلت ابص على الكومنتات، لقيت ان العقليات كلها تقريبا واحده. عباره عن ايه والناس فاهمه ايه بقى؟ الاول الردود: حسبي الله ونعم الوكيل. ما هو انا زيك يا بنتي بدور على شغل ومش لاقيه، انا زيك والله وتقدير مش عارف ايه وخريجه مش عارف دفعه كام. لقيتهم بيواسوها بان نفس المشكله ان هم مش لاقيين شغل. فانا قبل ما ارد على السؤال ده، خليني كده هروح لحته اللي هي ايه. دخلت عملت سيرش على اجمالي الشركات والمصانع اللي موجوده في مصر، فلقيت في تقرير تقريبي في 2018 اتعمل وفقا لليوم السابع، بيقول ان في حوالي 155 شركه، 921 الف على مستوى مصر. تمام كده. وزير الصناعات في 2025 تقريبا او في 2024 حاجه زي كده بيتكلم بقى ان في شركات في مصر حوالي 68 الف شركه، مصنع في مصر. لو فرضنا ان كل واحد من دول بيحتاج موظف واحد بس من تخصص، وليكن محاسب، تمام كده. طيب، رحت عامل سيرش على كليات تجاره، خريجين كليه تجاره سنويا قد ايه؟ خريجين كليه تجاره سنويا حكومي وخاص حوالي 120 الف. يعني لو احنا عملنا دلوقتي اجمالي لعدد الشركات على عدد المصانع بنتكلم في 200 وكسور، تمام. والخارجين بتوع كل سنه حوالي 120 الف، فطبيعي جدا تلاقي في العجز. ليه؟ لان الشركه مش كل سنه بتغير موظف، اللي بيشتغل على الاقل بيشتغل في مكان بيقعد فيه 5 سنين، وعشان يتنقل يروح مكان تاني لازم يكون عنده خبره، فهو اخدها اوريدي 5 سنين من مكان قبل كده رايح لمكان تاني. فالناس الخريجه ايه خبرتها؟ ده يخليني اروح لحته تانيه اللي هي ايه؟ ان لازم نفرق عند الناس، والناس لازم تكون فاهمه ان في فرق ما بين مجال الدراسه ومجال الحياه. مجال الدراسه بقينا النهارده في الوضع الاجباري ان لازم ان احنا ناخده، لازم يكون في خريج وكليه كذا. مهما كان التقدير ايه اركنه دلوقتي على جنب، لان مش هيفرق مع الشركات في حاجه. طب ايه اللي يفرق مع الشركات النهارده ولازم الناس تكون عارفاه؟ مهارات الوظيفه. ايه المهارات الوظيفيه اللي عندك اللي تميزك دونا عن ال 120 الف خريج لكليه واحده بس اللي هي كليه تجاره؟ اجمالي الخريجين المصريين، مصريين بس، وفقا لتقدير السنه اللي فاتت، بيتكلم على ان حوالي 700 الف خريج. فهنا بقى في عجز زياده، يعني لو المصانع دول 200 وكسور وفي 700 الف دلوقتي خارجين، هنشغل ال 200 وكسور من ال 700 ده سنه بس، هيتفضل معايا حوالي 400 وشويه قاعدين بيتفرجوا علينا، صح كده؟ طيب هو احنا كل سنه هنعين ناس؟ مفيش الكلام ده. الشركه عايزه دايما واحد يكون عنده مستقر، يكون الراجل ده قاعد في مكان عنده خبره يقعد عشان يديني اكتر، لان مش هجيب واحد اعلمه، مفيش وقت نعلم، مفيش وقت اخسر، مفيش وقت ان انا اقعد ادرب في حد، انا عايز حد عنده خبره جاهز فورمه. فالنهارده انت خريج ولسه بتدور على انك تعمل سي في، يعني لسه ما عندكش مهارات ومستعجل على الوظيفه، هتقبل باي حاجه. تمام كده، ده لو لقيت اي حاجه، لان برضو الشركات حتى لو صغيره عايزه حد يطورها، عايزه حد يكبر معاها، عايزه حد يكون ابجريتد باستمرار. فانت خريج لسه خام على الله حكايتك، وخدت لك سنه جيش كمان لو خدتها، ده انا بتكلم لو ولد، ولسه بتبدا تعمل سي في، ولسه عايز تتجوز وعايز وعايز وعايز. فده زيك زي بقيه الناس. طيب ايه اللي يفرقك دون عن ال 120 الف عشان اختارك؟ هل هو المؤهل الدراسي؟ في 70 الف واحد جايب امتياز، ايه اللي يفرقك عن ال 70 الف؟ فاهم قصدي؟ فالشاهد هنا في الكلام ان الناس بتدور والشركات بتدور على المهارات الوظيفيه. بتعرف تشتغل ماركتنج؟ تعالى، لان مفيش كليه هتعلمك ماركتنج، ولو علمته لك هي اكاديمي دراسه. بتعرف تشتغل سيلز؟ تعالى، لان مفيش كليه بتعلم سيلز. بتعرف تشتغل اي اي؟ تعالى، عشان ده مش مجال موجود جوه جامعه، خلاص كده. واللي موجود جوه جامعه، فاللي موجود اكاديمي، مش اللي موجود في الشارع، مش اللي بيشغلني. بس فالنهارده لازم افرق وانا طالع من الكليه ما بين مجال الدراسه ومجال الحياه. انا ممكن اكون خريج كليه تجاره بس ما بحبش تجاره، انا مجبر عليها، انا ابويا قال لي لو ما دخلتهاش لا انت ابني ولا اعرفك، او المجموع حدفني على كده، او داخل عشان هي كليه العامه، او داخل عشان خاطر اتنين صحابي بحبهم فعايز ابقى معاهم واتخرج وخلاص. لكن مجال الحياه
ده المجال اللي انت هتكمل فيه حياتك. فانا ممكن اكون خريج كليه تجاره عادي، ولكن انا بحب مجال الاي اي، فانا هنا هطور نفسي في مجال الاي اي لان ده اللي هيشغلني. او بحب الماركتينج. فالشاهد ان اللي بيشغل مهارات الوظيفه. ايه المهارات الوظيفيه؟ ان انت تكون بتعرف تسوق، ان انت تكون بتعرف تشتغل سيلز، ان انت تكون بتعرف تعمل حاجه ليها هتفيدني في الشركه ايا كانت بقى هي. دي كمجالات. طيب ايه المهارات اللي انا محتاج اتعلمها كشخص عشان اعرف اشتغل واتكلم بيها واخش بقلب جامد جوه الشركه؟ لازم تكون بتعرف تتعامل مع الناس، الكوميونيكيشن يكون عندك عالي، لازم تكون منظم، لازم تكون بتعرف تدير وقتك، لازم تكون محدد اولوياتك وترتيباتك، لازم لما تخش الشركه تكون فاهم الشركه دي عايزاك في ايه وعايزه خدمه عندك اللي هي ايه. مش داخل ادور على شغل وخلاص عشان عايز مرتب، عشان عايز اصرف على نفسي. لان النهارده زي ما انت عايز الشركه كمان عايزه، ومش بالمؤهل بتاعك. فالناس كلها فاهمه ان المؤهل طالما اتخرجت ومسكت شهاده عليا هنزل اشتغل فيه. مفيش الكلام ده. لازم يكون عندك مهاره تاني، بنقولها كتير قوي حتى في الكورسات، بنقولها كتير قوي للناس: مهارات وظيفيه. دور ايه المهارات الوظيفيه اللي انت بتحبها وتطور نفسك فيها، عشان هو ده اللي بيشغل. كل سنه في 120,000 بيتخرجوا من كليه واحده بس اللي هي كليه التجاره. ايه اللي يفرق ده عن ده؟ لو انا عايز محاسب، اكيد عنده مهاره، اكيد طور، اخد كورسات بي اف ايه، اخد كورسات محاسبه، اخد كورسات ليها علاقه بالوظيفه. طيب هل كورسات الاكسل تعني عن ده؟ مش شرط، لان النهارده انا كشركه شغال بحاجه اسمها اودو اي ار بي سيستم، تمام، نظام محاسبي وفي نفس فاعلى. فمش شرط ده، فانا بطور نفسي. كل ما بلاقي ناس متطوره، كل ما ناس اعلى عندهم مهارات اكتر، هم دول اللي بيتقبلوا. فالموضوع بيتلخص فين؟ في ان انت محتاج تطور نفسك وظيفيا، مش مهارات دراسه. شكرا. شكرا يا